مات اليوم من قاع الخابيه، داز عليه 30 سنه على الانتاج ديالو وباقي للان ترند. فيلمنا كيبدا بهدى الزوجه الصغرى او الثالثه ديال الحاج، كانت مع خدامه في السطح وقدامه في سطح اخر شاب 30 من العمر ديالو. كان كيتغزل بهدى ولقيت اللي سالات من نشير هبطات للدار لتحت اللي كانت عباره عن رياض يجمع كل ما هو مغربي اصيل من المعمار والزليج البلدي. هدى سمعت غوات الزوجه الاولى للحاج اللي سميتها لاله حبي، طلعت كتجري ولقات لاله حبي طايح عليها ماريو، حيدوه من فوق منها وجلسوها ترتاح. والحمد لله واخا هي مرة كبيره ما وقع ليها والو، وقدروا انهم يتصلوا ببنتها مريم اللي هي طبيبه في كازا. جات ودوزات لمامها على الصحيحه ديالها وطمأناتها. الحاجه طلبت من بنتها انها تجلس معها. مريم وعدتها تجي تزورها نهار اخر، وهي نازله تلاقات زوجة الاب الثانيه اللي سميتها لاله ربيعه، سلمت عليها ومشات. الحاج كان مزوج ب3 العيالات وجمعهم في دار وحده، ولكن في المحل ديال الذهب ديالو اي زبونه دخلت عنده باش تشري من عنده المجوهرات كتاخذ نصيبها من الكلام المعسول، لان الحاج كيعجبو الزين وعينه خضره ما طايباش. من عادات نساء الحاج الوقت اللي كيقرب الحاج يدخل من المحل ديالو عيالاتو كيلبسوا قفاطنهم وذهبهم ويتزينوا ليه ويتجمعوا عليه الوليدات باش يسلموا عليه. واول وحده الحاج كيطلع عندها هي لاله حبي، سوارت الدار وصندوق اسراره اللي هي الزوجه الاولى. اما الليله اللي كتكون فيها هدى فكتكون ليله من الليالي المفضله عنده. واخا هدى كتكون مستاءه منه حيت الذهب اللي كيهديها في الليله ديالها هي عباره عن قطع صغيره بحال خاتم او حلق، ولكن كان موعده انه يكون لها نصيب بحال الزوجات البقيه الا ولدات ليه، وغتكون هديتها منضمه ديال الذهب. لكن هدى عندها نظره مختلفه، ان بنت صغيره تولد مع راجل كبير ولادها كيكونوا يتامى. كانوا الزوجات بثلاثه متفاهمين لابعد الحدود، حيت الحاج كان ساد عليهم في داك الرياض وما ليهم الا بعضياتهم. والحاج كيعجبو الحال، ولادو يجيو عنده للدار وعيالاتو دايرين بيه ومتفاهمين. واحد النهار كان قرب عيد الاضحى والناس كتقضى، الحاج مشى للرحبه وخدا 3 اضحيات العيد وصيفطهم مع واحد السيد عنده الكروسه، والحاج كان وراه. العيالات في الدار سمعوا الدقان والخدامات الفوق في السطح، فاضطرت هدى تمشي تفتح الباب ولقات السيد معاه الحواله، ولكن راجلها جا من وراه وشافها واقفه قدامه مشمره على دراعها ورجليها. دفعها هي والحواله للدار وحيح عليها وصوتهم وصل للجيران. ما تحلوش الباب، ما تحلوش الباب ويا عيانا. انت هذيك الباب غير بالحياه قلبه انا كما يشرف يعقوش اولا وخطا الطافله والبهدل. دابا فين فين غادي انا احسن منها. يلا عزيزي ورينا تصحيح رجليك. كان الحاج مكشكش وبقى كيغوت عليها وتزايدوا في الكلام وقال لها دابا عند العدول والله لا بقيتي ليا مرا. ودا كان طالبه عليها حيت اخيرا الحاج طلقات الطليقه الثالثه وتقدر تحرر منه من الحبس ديالو وتمشي تعيش حياتها مع شاب في العمر ديالها. الحاج طلقها وجمعت قشها ومشات لعند والديها، ولقيت اللي وصلات باقا ما حطات حتى حوايجها، مشات عند صديقه ديالها، وهاد الصديقه هذه ميت ليها راجلها. كان في ذاك الوقت نظرة المجتمع قاسية للمرأة اللي ما عندهاش راجل، سواء أرملة أو مطلقة. كل شيء كينظر لها نظرة دونية وعلى أنها سلعة مستهلكة. كل شيء اللي في دار الحاج طايح عليه الضي ومشات دقته، حيت هدى كان دايره بلاصه في الدار ومنشطه الجو. سما الوليدات ديال درتها كيبغيوها ويبكيو عليها، اما الحاج هز دقته وغير كيغوت على عيالاته وهما عايقين بيه ومخلينهم متجاهلينه وهو مخرج سمو فيهم، والدري اللي بكى على هدى كيبغي ياكلو. الوقت اللي كانت هدى عند صاحبتها ناشطه وفرحانه، الحاج كان منوضها في الدار غير كيغوت، وحتى من ولده اللي كان كيبكي على هدى ديما داه المسيد. اما هدى واخا توحشات ومتهنات من الحاج، ولات كل مره داخله خارجه عند صاحبتها، واخا امها ديما كانت كتخاصم عليها حيت الناس بدات كتكلم. هدى زادت فيه طويل، حيدات القفطان والجلابه، رمات عليها كل حاجه تقليديه باش تنصالح عن المراه التقليديه، وشرات ملابس عصريه وبدات تترتاد المطاعم والمقاهي. في الوقت الحاج اللي كان منهار تماما، الحاج ولا كيحس انه وحيد، حيت الوقت اللي كيمشي عند الحاجه ما كتسوقش ليه، ولا هبط عند ربيعه كيلقاها مدوره به ولادها وناعسه. والحل انه يتزوج. ملي مشى عند لاله حبي رفضات وقالت لها نهبط في حالي كازا عند وليداتي، اما لاله ربيعه قالت لي انخلي لك ولادك طليهم على حناكك وغادي نمشي لدارنا وشوهاتو في الرياض. هنا الحاج شكى على صاحبه وقال له انا وحداني، الدار عامره عيالات ودراري وحداني كنعس بوحدي وبغيت نتزوج شي وحده يكون عينيها مغمضين. ضحك صاحبه وقال له حتى وحده ما بقات مغمضه، كلشي كيخرجوا من كرشمواتهم محنزات. قال له الا رجعت لهم هدى ما عندهم ما يقولوا، شرط انني نمشي عند القاضي ونعرف الفتوى ديالو في الطلاق بالثلاث. في ذاك الوقت هدى كانت مع صاحبتها في القهوه وشافت هدى جوج ديال الولاد،
شباب وطلبات صاحبتها انها يتعرفوا عليهم، خصوصا انهم كيتبادلوا نظرات الاعجاب. صاحبتها ما بغاتش في الاول، لكن هدى اصرت. جاو انضموا ليهم وتجاذبوا اطراف الحديث، والشباب طلبوا منهم انهم يمشوا لخارج فاس لشي منطقه اسمها عين الشقف. صديقه هدى رفضت، لكن امام اصرار الثلاثه وافقت ومشاو مجموعين. وصلوا لعين الشقف ودخلوا المقهى لواحد ديال لوطيل، واحد كيهضر مع البنات والثاني مشى حجز جوج الغرف، وطلبوا من البنات يمشيو معاهم للغرف باش يرتاحوا اكثر. هنا صاحبة هدى سمعتهم خلوا ودنيهم وقالت لهم رجعونا منين جبتونا. قالوا ليها طاكسيات في الباب. مشات هي وهدى وضربوها على رجليهم، وهنا صاحبتها فهماتها الا كتظن هاد الطريقه الانسب للزواج فخاصها تراجع حساباتها، حيت الرجال كيشوفوهم كنزوه فقط والسلعه مستهلكه. الحاج مشى عند القاضي وفتالي ان طليقته خاصها تتزوج برجل اخر، يا اما يموت او يطلقها عاد تحلال عليه، ومن الشروط ان تكون ليله الدخله. الحاج كيغير على هدى وحاول انه يقلب لها على عريس يكون هبيل يتزوجها ليله ويطلقها، وبانت ليه فواحد الولد جيرانهم. وصيفط ليلى حبي تخطبوا لمرته من عند ماماه. الولد كان مرفوع عليه القلم ومور رفضات، قالت لهم خافت على سمعه ولدها وسمعه العائله، خصوصا ان العروس خفوا دفوا. من موراها الحاج ولا اللي كيصادفوا يسولوا اي وصيه لعريس بمواصفات محدده. اغلب الناس ما بغاش تدخل هذا السوق حيت الحاج واعر بزاف. حتى واحد النهار دخل للدار وجاه مرسول من عند صاحبه، مشى لعندو كيجري وقال لي لقيت لك عريس لمراتك، واحد سيد من بلجيكا عنده اقل من شهر يتزوجها ويطلقها ومازال ما غاديش تشوف وجهه. الحاج كان مكلف بجميع المصاريف بعد ما مرسل لاله حبي ولا ربيعه يقنعوا هدى اللي وافقات. وفي الليله ديال عقد القران كانوا رجال من معارف الحاج وصحاب عريس مراته، وكان كيسمعهم طانزين عليه، شي كيقول الحاج اللي بقاو من الليله وشي كيقول العريس كيس على سلعه الحاج. الحاج جرى عليهم كاملين، وصاحبه الخياط خرجوا حتى هو بزز، حيت من الشروط ان تتم ليله الدخله عاد باش تحلال عليه. الليله كامله والحاج كينوح والحاجه تسكت فيه. فاق مع 6 الصباح وقصد الدار، وفي ذاك الوقت العريس جا صاحبه قال له تحرك نمشيو في حالنا، البوليس شويه وقرقبوا علينا، راه الطوموبيل اللي بعتي راه تعرفت انها مسروقه. العريس وصمو قبل ما يخرج انها ما تحل الباب حتى شي واحد، حيت اللي داخل في البيت مراته امانه عندها. الحاج جفر على الباب بالدقان حتى واحد ما جاوبه، وخرج لباب العماره وجلس قدامه فوق واحد الحجره. ملي شافوه ولادو معذب مشى نسيبو سول على العريس ولقى انه مشى لبلجيكا ومن بعد يرجع ويطلق البنت. الحاج ما صبرش ومشى يدفع الفيزا، وملي سولوه قالوا كنقلب على راجل مرسي ورفضوها ليه، وما كان للحاج سوى حل اخر وهو انه يحرق البلجيكا. وانا كيسالي فيلمنا اليوم كنتمنى انكم فعلا تفرجوا فيه كامل، لانه فيلم زوين بزاف، فيه بزاف ديال الحوايج زوينين بغيتكم تعرفوا عليهم. ولا بغيتوا تتفرجوا في الفيلم كامل تقدروا تقولوها لي في التعاليق ونحط لكم في قناتي على التليجرام. الى هنا دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى.